أقوال أهل العلم من الأثبات الثقات رحمة الله رب العالمين على الأموات منهم، وغفرانه وتسديده للأحياء منهم. هؤلاء الذين ترد إليهم الأمور عند التنازع فيردونها عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يحسنون الاستنباط من الكتاب ويحسنون استنطاق الأحكام بالأحكام عند وقوع النوازل. هؤلاء هم الذين ينبغي أن ترد إليهم الأمور عند النوازل وأن يرجع إلى قولهم، لأن قولهم إنما يستقونه من كتاب الله رب العالمين ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن إنما ندندن حول هذا الأمر مرارا وتكرارا من أجل مقصد عظيم، وذلك أن رأينا انفراجة عظيمة في الدعوة إلى سبيل الله رب العالمين وإلى دعوة الناس إلى طريق الله المستقيم. رأينا ذلك قبل أحداث 81 من القرن الميلادي المنصرم، رأينا ذلك وعاصرناه وشاركنا بفضل الله رب العالمين في صنع جزء منه في الدعوة إلى الله رب العالمين. ثم أتى ما أتى من مثل ما يتأتى اليوم حذو النعل بالنعل، حتى وقع ما وقع وضيق على المسلمين ما ضيق عليهم. وقد جاءت انفراجة برحمة الله رب العالمين وبعون الله رب العالمين وبحول الله رب العالمين. فالخشية ها هنا من أن يتكرر ما تكرر هنالك من ذلك الصدام الأهوج الذي لا يحكمه ولا يضبطه كتاب ولا سنة، من غير عودة إلى أقوال العلماء الثقات، وإنما إلى طلاب علم لم يحصلوا من العلم قدرا يؤهلهم ويخولهم إلى أن يقولوا في دين الله رب العالمين باستقلال. ومن عجب أنهم يدعون ما ينبغي أن يصرفوا الوقت في مثله من دعوة الناس إليه، من بيان ما عليه الناس من شرك ينبغي أن يقلعوا عنه، ومن توجه الملايين في الموالد للمشاهد والقبور من أجل ممارسة الشرك على أعتى ما تكون الممارسة. لا يلتفتون إلى ذلك ولا يحذرون منه، وإنما يشتغلون بأمور ليسوا لها ولم يتأهلوا لمثلها من الكلام في السياسة الشرعية. والله يتكلمون في السياسة الشرعية ويتكلمون في أمور لو أن بعضها عرض لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه لجمع لها أهل بدر، ولكنهم يتهجمون على القول في أمثال تلك الأمور من النوازل، ولا يلتفتون إلى أقوال أهل العلم، بل ولا يتعلمون من سياق التاريخ المشاهد الذي عاصروا والذي يعلمونه والذي عانوا منه ما عانوا، ومع ذلك يريدون أن يكرروا الأمر حتى تعود جذعة، ويريدون أن يعيدوا الكرة حتى تشتعل الآفاق بالصد عن سبيل الله رب العالمين. فإلى الله المشتكى من أقوام يدعون إلى الحاكمية ولا يحكمون الكتاب والسنة في أنفسهم، وقد أمرهم الله رب العالمين بذلك. يريدون أن يتحاكموا إلى كتاب الله رب العالمين، فهذا كتاب الله رب العالمين، وهذه سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كتاب الله على مراد الله، وسنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تتصدى لما لم تخلق له ولم تتأهل له بعد وتتكلم في أمور السياسة الشرعية وتفتي في النوازل، ويخرج أولئك الممسوخون في تلك المظاهرات يفعلون ما يفعلون ويدعون ملوحين بالعصيان المدني وما أشبه من تلك الأمور التي ينكرها دين الله رب العالمين والتي تؤدي إلى الفوضى في المنتهى. ألا فليعلم القوم أنه ما أشبه الليلة بالبارحة، والفرصة مبذولة الآن. آتاها الله رب العالمين أقواما يعظون الخلق، فما يزالون يأتون بالدين العام من غير بيان لحقيقة التوحيد، ينفرون منها
لأن السواد الأعظم سينفر من كلامهم ولن يقبل على مواعظهم إذا ما جبهوا الخلق بما ينبغي أن يجبهوهم به، وأن يحرضوهم وأن يؤزوهم على ترك الشرك بالله رب العالمين والعودة إلى توحيد رب العالمين، لأنهم لا يصنعون ذلك وإنما يعكرون المياه من أجل أن يصطاد من الأحزاب ومن الجماعات والفرق المنحرفة عن السنة النبوية الشريفة من يصطاد هنالك في الماء العكر، ثم تعود الكرة كما مرت وقد رأيناها بأعيننا وعاصرناها وعانينا منها، والله رب العالمين وحده هو المسؤول أن يرفع الكرب عن المسلمين برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فلا يكفي الإيمان وحده، وما هو بدعوى تدعى، وإنما هو لزوم للمنهاج الأحمد الذي جاء به المختار أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فهي دعوى فارغة لا تثبت ولا تقوم ولا برهان عليها ولا دليل يسندها، وإنما هي محض كلام وهراء. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم، إنه على كل شيء